السلام عليكم، ازيكم يا بنانيت؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. انا طبعا بتاسف لكم ان انا بقالي فتره كبيره جدا جدا مش بنزل فيديوهات على الشانل عندي، بس الفتره الجايه باذن الله الدنيا هتبقى احسن وهنبتدي ننزل فيديوهات اكتر واكتر ان شاء الله. الفتره اللي فاتت كان عندي ساعه ما ابتديت اسيب القناه كده كان عندي بكالوريوس، فكنت بذاكر كويس جدا وما عنديش وقت، وفي نفس الوقت بعديها ابتديت اشتغل وكده، فما كانش عندي وقت ان انا اركز في القناه. فالفترة دي بإذن الله هنرجع أحسن من الأول. هنبتدي بقى النهاردة هعمل لكم فيديو خفيف ولطيف كده عن ازاي تشتري هاف بوت وشنطة بأرخص سعر ممكن تجيبيه، وفي نفس الوقت تكون حاجة نظيفة وشكلها حلو وعملية، وفي نفس الوقت اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها. يلا بينا بقى نشوف معانا ايه النهاردة. انا يا بنات كنت عايزة اشتري هاف بوت اسود بقالي فترة، فقلت استنى لما الشهر 2 يبدأ والاوكازيونات تبدأ تنزل كده واشوف العروض ايه. لقيت فيه محل اللي هو كنت كلمتكم عنه قبل كده وكلمكم عنه تاني. محل اللي هو 50 واو. 50 واو دوت ليه فرعين، فرع في المطرية وفرع في عين شمس في شارع مصطفى حافظ. تمام، لقيته عامل عرض انك تاخدي اي هاف بوت معاه اي شنطة الاتنين ب200 جنيه. فعجبني جدا العرض وقلت كويس هيوفر لي كتير، وفي نفس الوقت هتبقى جبت مني شنطة وفي نفس الوقت جبت هاف بوت. فتعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه. الشنطه دي لونها كده جراي، لونها حلو جدا يا بنات ومكشكشه كده، شكلها بصوا تحفه جدا جدا وشيك جدا وانيقه. بصوا ايديها كمان بسلسله، وفي نفس الوقت آم، يعني فيها حته جلد كده، مش كلها سلسله بس، وبتتفتح بصوا بطريقه شيك قوي قوي. بصوا حلوه ازاي، ومن جوه واسعه وتشيل كتير. فدي اول شنطه عجبتني، وقلت ان انا ما عنديش اللون الرمادي دوت كتير، فقلت احسن حاجه ان انا اجيبه. في نفس الوقت ان انا مش شرط يعني ان هو يليق مع الهاف بوت بتاعي الاسود، لان انا عندي شنط سودا كتير. جبت بقى الشنطه دي برضو عجبتني قوي 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 يا بنات. شكلها بصوا تحفه تحفه كده، ونزل منها الغزاله دي، شكلها كيوت قوي. ولونها كمان اللون الكريمي دوت ما كانش عندي، فحبيت ان انا اجيبه يعني، لاني ما جبتوش قبل كده في الشنط وناقص عندي جدا. وايديها كمان طويله، انا بس اللي مقصراها. وبرده شكلها من جوه بصوا بسوسته، تقفلها حلو قوي وتقفلها نضيف وعجبني. سوسته وفي نفس الوقت ليها ناحيتين تقدر تشيل كويس ومش صغيره يعني. تمام، وشيك قوي. دي كده الشنطه الثانيه اللي جبتها، فقلت تنفعنا وفي نفس الوقت الالوان بتاعتها حلوه قوي. الهاف بوت بقى جبت انا واحد، واختي برضو كانت عايزه هاف بوت، جمعنا يعني الفلوس من بعض وجبنا ايه العرضين دول. بصوا بقى، اول هاف بوت ده بتاعي، ده اللي انا جبته لونه اسود كده، لان انا كنت محتاجه الهاف بوت الاسود ده جدا، لان ما كانش عندي اللون ده ناقص. كان كل حاجه في الشتاء يا اما جملي يا اما جراي، ما كانش عندي اللون الاسود في الهاف بوتات، فقلت اجيب واحد اسود. في السلسله الفضي دي كده من الجنب، شكله بقى تحفه في اللبس يا بنات، بجد شكله شيك قوي قوي وتحفه. ده مقاس 37 لان مقاسي 37، فجبت الشكل ده وعجبني جدا جدا جدا. مجبناش طبعا الشنط تليق معاهم اسود، لان احنا عندنا شنط سودا كتير. طيب الهاف بوت التاني ده بقى بتاع اختي، هو فيه زي ابزين كده من هنا، واحد وادي واحد تاني، وكعبه يعني صغير مش عالي، شوية زي الكعب بتاعي. بصوا الكعب بتاعي عالي سنة عن الكعب بتاع دوت، لانه كمان خلي بالكم يليق جدا مع الجيب وكده، هو مش طويل، ففي نفس الوقت يليق قوي في موضوع الجيب، ولو بتلبسي حاجات طويلة او كده فيبقى لايق قوي معاكي. وعجبها جدا، هي مقاسها 39 فجابت منه 39. انتي بقى بتروحي وبتنقي في اشكال تحفة واشكال كتير قوي قوي قوي، وفي الوان كتير ومقاسات كتير. انا برضو هسيب لكم اللينك بتاع الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك عشان لو حابين تروحوا. فيا ريت تلحقي كده، هم عاملين العرض لغايه يوم 14/2، يا ريت تروحي بدري عشان تلحقي الاشكال والمقاسات اللي انت عايزاها، وفي نفس الوقت تلحقي برضو اشكال الشنط اللي انت عايزاها. طيب لو عايزه تجيبي الهاف بوت ده لوحده تقريبا بيبقى ب150 او 145 حاجه كده، فاحنا قلنا لا، احسن نستفيد بالعرض ونجيب في نفس الوقت شنطه وفي نفس الوقت هاف بوت. واحنا بقى مكملين في المحل، فقلنا نتفرج، لقينا الفرشة والجاروف دول، قلت اجيبهم بالمرة، لقيتهم سعرهم لقطة بصراحة، ب10 جنيه.
سوري ب15 اهو، ب15 جنيه. فقلت سعرهم يعني لقطة، فاخترت اللون دوت. اختي قالت لي اللون الموف ده هو احلى حاجة، فاخترنا اللون الموف ده وهنجيبه نشيله يعني ايه في الجهاز. عندنا فرشة وجاروف بس لقيت سعره حلو فقلت اجيبه اشيله في الجهاز. حاولي كده يا بنوتة وانتي على طول اما بتخرجي او كده، لو لقيتي حد عامل اي يعني بنوتة على وش جواز او كده، حتى لو مش مخطوبة، لو لقيت عروض سعرها حلو وكويس وعليها تخفيض تشتريه وتشيليه في الجهاز، مش هتخسري حاجة، لا بالعكس، ده انتي قدام شوية هتيجي تجيبيه هتلاقي سعره اغلى، فكأنك بالظبط الفلوس دي وفرتيها تجيبي بيها حاجة تانية. لقينا برضو مساحة الازاز دي ب10 جنيه، فلقيناها لقطة بصراحة، فقلنا برضو نجيبها ايه ونشيلها كده. كنا جايبين واحدة تانية من نفس المحل بس كانت ب30، بس كانت يعني شكلها مختلف شوية وشكلها اقيم شوية من دي، فقلت برضو اوريكم الحاجات ديت كده بالمرة. وجبت كمان من هناك اكلادور ب10 جنيه، ثواني اوريهولكوا هو كمان بالمرة اهو. هو ده المونوكير اللي انا قلتلكوا عليه، بصوا هو اللي هو بيبقى عامل زي جليتر كده، انا حتى حاطه منه اهو على ايدي، بيبقى شكله تحفة جدا في ان انتي تعملي بيه اشكال على الصوابع، وفي نفس الوقت في المناسبات وكده بيبقى شكله تحفة. لقيناه ب10 جنيه فقلنا نجيب يعني ايه بالمرة، ما صدقنا لقيناه فقلنا نجيبه بالمرة يعني. هسيب لكم بقى اللينك بتاع الصفحه في الديسكريبشن بوكس، ولو عايزين تسالوا على اي حاجه اسالوها لي في الكومنت. نسيت بقول لكم بالمره واحنا راجعين كده، فكنا جعانين طبعا بعد اليوم الطويل فقلنا نروح ناكل. عدينا على شارع عين شمس موجود فيه محل فرايد تشيكن اسمه دودز، برضو اسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن بوكس. اتبسطنا بصراحه هناك جدا، وعايزه اقول لكم ان المكان والله يا جماعه والله انا مش بعمل دعايه ولا حاجه، لا هو فعلا المكان سعره كويس جدا، والكواليتي حلوة جدا بالنسبة للأسعار الغالية دلوقتي، يعني سعره كويس وفي نفس الوقت التيست بتاعه حلو قوي، والحاجات نظيفة بصراحة. واتبسطنا هناك جدا وكلنا هناك، وهم عاملين كمان دلوقتي عروض برضو. وفي نفس الوقت عايزه اقول لكم من كتر الزحمه ما شاء الله كانت الناس يعني بتيجي ما بتلاقيش مكان، كانت بتمشي وبتاخد تيك اواي، او كانت بتقعد ويتنج بره لحد ما يلاقوا مكان يقعدوا فيه. فدي بس ده كده الفيديو بتاع النهارده، حبيت بس يبقى فيديو سهل وبسيط وصغير كده، و... ونتفرج مع بعض على على الحاجات اللي انا اشتريتها البسيطه دي، واقول لكم كمان على المحلات اللي انا جربتها. فيا رب يكون كده الفيديو عجبكم، يكون بسيط وخفيف على قلبكم تستفادوا منه، ولو عوزتوا اي حاجه اكتبولي في الكومنتات، وبحبكم قوي، مع السلامه.